كاين هاد لو بوان اللي ما رديتش عليه، فكروني به الخوت، فنجيت ندير عليه فيديو خفيفة. وي سي فري انا كاع نسيته. اهم نقطة في اللي ذكره في انسيستري هاد السيد، هو قال لك انت هنا مكتوب، هنا في البداية يحكوا على التاريخ تاع شمال افريقيا واش صرا لها بلا بلا بلا. ولكن اهم نقطة هي قال لك هنا مكتوب باللي العرب والبربر هما اللي يمثلوا الاغلبية في شمال افريقيا اليوم. فمين جبت انت باللي بربري يعني امازيغي؟ انسستري ما تبقاش تشرح بزاف تقول العرب والمستعربين وكلش كيما بزاف تاع المواقع. ولكن غادي نوريكم هذا الموقع تاع السي اي اي، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. نعطو نبذة على اللي عندها شرح تفصيلي لكاع الدول، وديما دير الابديت. هاي كيما هذه بار اكزومبل لاست ابديتد هي 7 جوان 2022. وكالة المخابرات المركزية، الناس اللي ما على بالهاش باللي يعني عندها القدرة، هي تعرف زعما، ولكن عندها القدرة تعرف حتى الملابس الداخلية تاع الناس يعني. واللي راح باغي يعرف، راح في وقت سنودن اللي مد معلومات على كيفاش كانوا يتجسسوا على المواطنين في كاع العالم، باسيلمون غير في لي زيتازوني. وهذه كانت صافي بيان لونطون، هذه 2012 2013 مانيش عاقل. دروك المعلومات راهي متطوره وكلش. فوكالة المخابرات المركزية هي نجم نقولوا أكبر كيما نقولوا هي مركز كبير للمعلومات، يعني حاجة ما نظنش كاينة أي مؤسسة درك في العالم عندها مركز تاع معلومات وتحللها وكلش كيما وكالة المخابرات المركزية. وكالة المخابرات المركزية تاني تقول نفس الشيء. واش تقول كي تجي للإثنيك جروبس؟ تقول عرب بربر 99%، ومن بعد لي زوروبيان أقل من 1%. ومن بعد تشرح تقول نوت، ملاحظة، بالرغم من الأغلبية، بالرغم من أن الأغلبية تاع كل الجزائريين هيا almost all Algerians are Berber in origin، بالرغم من الأغلبية تاع كاع الجزائريين هما في أصلهم بربر. خلينا نستعملوا سيدي بربر كما قال لك. not Arab، ليسوا عرب، ولكن يعني only ولكن فقط مجموعة صغيرة only minority identify themselves as primarily Berber، ولكن فقط أقلية اللي تعرف نفسها كبربر أمازيغ. تقريبا 15% من مجموع عدد السكان. نعاودو نهضرو هنا تاني يقولوا باللي العرب والبربر هما اللي يمثلوا الأغلبية كما في أنسستري. ولكن وكالة المخابرات المركزية تزيد تشرح هذه، وهذا الشيء اللي ما ديرش أنسستري. تزيد تشرح، دير ملاحظة، هذه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA اللي هي the best of the best قاع في العالم. فقط البيدجي تاع أمريكان اللي يمشي لوزارة الدفاع يعادل وقيل البيدجي تاع 10 دول موراها لحقتها، لا راني عاقل مليح، اللي تمشي لوزارة الدفاع. ومن أدق، وراه صاي معروفة CIA بلا ما نبقى نهدر. فدارت ملاحظة وتقول باللي بالرغم من تقريبا كل الجزائريين، تقول all Algerians، يعني مشي حتى تقول لك تقريبا كل الجزائريين are Berber in origin، هم بربر في الأصل. not Arab، قرأ، ليسوا عرب، only a minority، ولكن يعني فقط مجموعة صغيرة اللي تعرف نفسها بأنها بربر، يعني والآخرين مستنكرين لأصلهم، يعني باختصار بين قوسين الآخرين مستنكرين لأصلهم. فقط 15% من مجموع السكان. اللي راه يقراه غادي يلقاه في
مركز المخابرات الأمريكية على الجزائر، وعندها المعلومات تاع قاع الدول. هاد مركز المخابرات الأمريكية أو السيت تاعو. وماي هيريتيج باغ اكزومبل، كان تروحوا ماي هيريتيج، هذا تاني تاعي تاع ماي هيريتيج. لو كان تروحوا تلقوا دايره فيها تفصيل، واللي هو هذا اللي راكم تشوفوا. هي باغ اكزومبل نو تشرح ماي هيريتيج، وانا الفيديو راني داير فيديو على اللي هو هذا نتاع العينه تاع ماي هيريتيج اللي هي 90.5. فلما تروح هنا تلقى الشرح، هنا دايرين هاي 90.5%. برا هاي من الجزائر Algerians in Algeria. نروحوا نقرأ. أنا غادي نحط لكم هاد التصويرة الكبيرة اللي راكم تشوفوا فيها، نكبرها هاد الكتبة نحطها لكم هنا باش تشوفوها. تقول باللي تشوف في هاد المنطقة تاع شمال إفريقيا اللي هي المغرب، اللي معروفة بالمغرب، اللي ينتمي لها موروكو، الجزائر، تونسيا، تونس، ليبيا. تعود أصولهم to the Berbers، تعود أصولهم للبربر في القديم، في الماضي. سكان شمال إفريقيا يتقاسمون بعض من البقايا الجينية مع سكان جنوب أوروبا، سكان اللي جوارينهم في جنوب أوروبا، يعني هادو إسبانيا، سيسيليا، إيطاليا. ها هي. لكن الثقافات والدين ولا الأديان، ولكن ثقافات وأديان المنطقة تأثرت بشكل كبير significantly بالتعريب Arabization and the rise of Islam بعد القرن السادس للميلاد. يعني قصده من جاو الجيش الأموي. الهجرات، الاستعمارات والهجرات لهاد السكان، يعني في 200 سنة الأخيرة، قصدوا بها الهجرات تاع سكان شمال إفريقيا يعني لأوروبا. have created a large North African diaspora. في فرنسا is home to nearly 5. فخلقت الهجرات، خلقت مجموعة كبيرة لسكان شمال إفريقيا اللي يعيشوا في فرنسا، يعني في هذه 200 سنة الأخيرة. قصد بها المهاجرين اللي مشات تعيش في خارج شمال إفريقيا، اللي يمثلوا 5 ملايين في فرنسا. African Heritage 5 ملايين من سكان فرنسا اللي تعود أصولهم لشمال إفريقيا، قصدوا بها في هذه 200 سنة الأخيرة سكان. واحد من المهم الطبق اللي نشروه ولا اللي معروف على شمال إفريقيا هو الكسكس. فهي شرحت، قالت باللي التعريب العربيزاسيون أثرت على الثقافات والأديان تاع شمال إفريقيا. في ماي هيريتيج اللي كان محطوط هنايا، وهنايا ما تذكرش، هاي تذكر باللي هادو تعود أصولهم للأمازيغ، للبربر، نفس لا فيديو هاي لينا. ثم في لا فيديو مام هادي راني مبارطاجي الهابلو جروب تاعي في نفس هاد الفيديو هادي القديمة اللي حطوا منها، راه فيها الهابلو جروب تاعي اللي هو هذا E1 اللي E1 B1 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 A1. هاد الهابلو جروب لماذا يرجع؟ هذا اللي كنت ذكرته هنا، هضروا غير على لوطوزومال،
وذكرت تبارطاجي تاني الهابلو جروب اللي ما هضروش عليه كاع. فالهابلو جروب هذا لمن يرجع؟ لمن يرجع هذا الهابلو جروب؟ راه كاين ابحاث علميه، هذه مجله ساينس، ارقى المجلات العلميه اللي كانت درت عندها بحث، ورقه علميه منشوره في 6 نوفمبر 2017. هذه ساينس. conquest of European conquest remain from the current islands reveal close affinity to modern North Africans. المهم داروا تحليل جيني لما قبل أن يأتي لي زوروبيان لجزر الكناري. ريفيل يعني تكشف على تقارب مع سكان شمال افريقيا المعروف لان امازيغ كوانش ريفيز كلوز افينيتي. تقارب يعني جيني قصدوا به مع سكان شمال افريقيا. هذه مجلة ساينس دايركت. هذا هو الجينوم تاعي. اللي هو الواي كروموزوم. هذا واش هو الواي كروموزوم. هو الكروموزوم إيكغيك اللي موجود عند الرجال، لأن النساء كما تعرفوا عندهم إكس إكس والرجال عندهم إكس إيكغيك. معروفة هذه المعلومة اللي هو الواي كروموزوم هابل جروب. فهذا الواي كروموزوم تاعي. واللي لقاوه تاني في سكان الجوانش، واللي يقولوا this haplogroup يعني هذا الهابلوجروب منتشر. شو نحط لكم هذا الهابلوجروب، هذا هو تاعي اللي تلقوه هنايا. هذا الهابلوجروب هو منتشر بشكل واسع across modern North African populations، يعني منتشر بشكل واسع النطاق ما بين سكان شمال إفريقيا، خصوصا ما بين المتكلمين بالأمازيغية في شمال إفريقيا. أنا كنت هدرت في الفيديو قلت بلي ها هو الأوتوزومال تاعي وها هو الهابلوجروب تاعي اللي ما هدروش عليه. هذه غير شرح برك للناس اللي قالت لي دير. تاني ورقة علمية أخرى اللي تهدر هاي from Arabia to Iberia AY chromosomes perspectives، واللي تقول هنا داروا هذه الورقة في بحث على سكان إيبيريا في الوقت الأندلسي، يعني قصدوا بها الأندلس اللي هو العام 81 والعام 183 اللي هو هذا تاعي هابلوتايب. هادو زوج هما طفرات جينية في سبين تعود represent signatures of Berber gene flow، تعود للمخزون الجيني البربري، يعني باختصار تعود للجين البربري الأمازيغي. دراسة هنا طويلة اللي داروها باش يدرسوا شكون هما اللي أصلهم عربي ولا شكون هما اللي أصلهم أمازيغي في شبه الجزيرة الإيبيرية. كاين دراسة في أعظم مجلة علمية اللي هي اللي هي مجلة نيتشر. هذه نيتشر. تاني دراسة related ancestry mobility and diet in 11th century الأندلس. يعني كسموها بايومولكولر. المهم الدايت والحركات والتحركات يعني اللي تعود للقرن ال11 في الأندلس واللي عندها علاقة بسكان شمال إفريقيا باختصار. وكي تبدأ هذه الورقة العلمية الهضرة تاعها واش تقول historical records document medieval immigration from North Africa to Iberia to create Islamic الأندلس. historical records document التاريخ
التاريخ يعطينا الوثائق اللي تثبت، ولا ريكوردز، ولا اللي تسجل نزوح ولا هجرة لسكان شمال إفريقيا immigration from North Africa، سكان شمال إفريقيا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية to Iberia، حتى يؤسسون Islamic الأندلس to create Islamic الأندلس، ليؤسسون الأندلس الإسلامية. فهذه وحدة معلومة من هاي مجلة نيتشر اللي تقول باللي سكان شمال إفريقيا هاجروا لشبه الجزيرة الإيبيرية ليؤسسون الحضارة الأندلسية الإسلامية. يعني احنا عندنا كي يهضروا يقول لك كومسي العرب هما اللي أسسوا هذه الحضارة. احنا نعرفوا بلي أغلبية السكان الساحقة هما السكان تاع إيبيريا، ولكن كما نقولوا الإطار الإداري ولا للتأسيس ولا السياسي كما نقولوا اللي أسس هذا ما يسمى بالحضارة الأندلسية ولا هم كانوا سكان شمال إفريقيا. وفي نفس جامعة هذه مجلة نيتشر اللي تستخدم المصطلح أمازيغ، هاي تقول recently arrived أمازيغ people، للناس كاين اللي مستوى تاعهم يعني متواضع جدا في العلم ويقولوا البربر. ومجلة نيتشر العلمية اللي هي من أعرق المجلات العلمية تستخدم مصطلح الأمازيغ arrived أمازيغ people berbers. وتاوعنا للمستوى تاعهم متواضع جدا، يعني متواضع حتى في الجزائر، يعني ماشي حتى في العالم ما يبغوش يستخدموا مصطلح الأمازيغ، يقولوا أمازيغ people berbers. كنت روح للشيء اللي يهمني. فهنا واش يقولوا هنا؟ يقولوا one possibility will be اللي هذا الهابلو جروب E1 B1 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 A اللي هو الام او ام 81 which almost is the most common haplogroup، وهو الشائع ما بين سكان ما بين البربر amongst modern Berber males today، ما بين سكان البربر الرجال اليوم، يعني الأمازيغ. ونفس الشيء لهذا الهابر جروب اللي هو القاوة ما بين 3 تاع الرجال من سكان الكوانش. المهم قصة طويلة، أنا بروحي راني عيان مع الصباح، نجي ندير هذه بخفيف ونعود نروح. فوي هذه هي. واش كاين شي حاجة أخرى بغيت نقولها؟ ما صاي قلت كلش. وي قلت كلش. فهذه هي لا فيديو، جاسبر تكونوا استفاديتوا دروك. فعلى كل حال، وعلى كل حال أنا باش ما نعاود نولي لهذه، يا ودي أنا ماشي أصلي أمازيغي، أنا أصلي من الهند. ماني لا أمازيغي ولا والو، أنا ما أصلي جيت من الهند ولا جيت من الطليان ولا جيت جمون فو كاريمون. الأرض هذه اللي أنا عايشين فيها واش هو أصلها؟ سيبوزو أنا أصلي كاع ماشي أمازيغي، أنا مانيش أمازيغي. الأرض هذه اللي أنا عايشين فيها واش هو الأصل تاعها؟ ماشي الأصل تاعها أمازيغي؟ السكان تاعها الأصلي ماشي أمازيغي؟ يعني سيبوزون تجي تروح لقطر تقول لهم باللي أنا سيبوزون واحد أمازيغي يمشي لقطر، يقول لهم لا أنا قطر ترجع أمازيغية خاطش أنا جيت هنا، جيت لقطر، أنا أمازيغي جيت لقطر صاي ترجع قطر أمازيغية. واش does make sense؟ no، ما عندها حتى معنى هذه. بالرغم من كاع الأدلة اللي جبناها وقلنا باللي الأغلبية الساحقة تاع السكان شمال إفريقيا هما أمازيغ، ولكن واحد
يسنطح راسه ويقول لك نو انا ما نستعرفش بيكم. ولكن الارض هذه هي اللي امازيغيه، اللي بالسيف عليك تستعرف، زعما تستعرف ولا ما تستعرفش. حتى ولو كن نلقى انا لا الهابلو جروب تاعي امازيغي، ونلقى بواجه من الهند ولا جا من الروس ولا من لاشين ولا من الجابون، ولا الارض هذه تبقى امازيغيه. الارض هذه ما تستعرفش بيا انا، تاريخها قديم اقدم مني انايا. ف... فالارض تبقى تنتسب لنفس التاريخ، بالرغم من اللي حنايا الكات تاعنا هو اننا الحمد لله يعني ما راناش في الكات تاعنا، أننا الحمد لله ما راناش في هذه الوضعية، لأننا الأغلبية الساحقة تاع السكان سوا لوطوزومال تاعهم سوا الهابلو جروب تاعهم هما أمازيغ. ويكفي ان لوطوزومال، يكفي انك دبت. سيبوزو انا بوا بار اكزومبل جا صح سيدي، جا من اسبانيا، ولا جا ماشي بالجزيره العربيه، ولا جا من اليونان، ولا جا من الطليان، ولا جا جمون فوق كاع، جا من لبنان، ولا واش غادي تلقى، واش غادي يبقى في هذاك لوطوزومال تاعه؟ غادي يدوب في بحر الامازيغ. غادي يا ربي تلقى فيه غير الهابلو جروب اللي ينتمي لهذيك البلاصه، تلقاه اللوطوزومال تاعه كله داب في بحر هذا تاع الامازيغ. ولهذا تطلع النسبة تاع سكان شمال افريقيا ديما تطلع من افريك دي نور. اغلبية الساحقة تاع الناس اللي دارت، ما نعرف حتى واحد طلعت له ديباست 10% كاع، ولا 20% ولا 30%، ما كانش. ديما تطلع لهم 70%، 80%، 90%، كاين توصل حتى 95% ولا من شمال افريقيا كيديروا تيست جينيتيك. ايوا هذا ما كان. نتمنى لا فيديو هذه ما تكونش طويلة وصحيح. اي تبقى على خير، شكرا.